الواقع في البلاد الإسلامية منذ الأزل ان زي ما بتقول ايناس، وفي شذوذ وفي اغتصاب وفي انحلال جنسي وفي سرقه وفي قتل وفي كل المصايب، لكن احنا كمسلمين بنحاول ايه يعني ما نبصش ونتجاهل، والحاجات دي كلها نبقى عملتها واحنا مجتمع مثالي وما نطلعهاش. مش مجتمع مثالي. سؤالي المحدد، هل حضرتك مع ان احنا نوصل لمرحله في المجتمع انه لما يجي ابني يقول لي والله انا حابب ابن الجيران وعايز يبقى عندي بيه علاقه، انت شايفه ان انا كأب ما انزعجش وابتدي زي ما كتير بره ممكن في اوروبا على فكره في بيقبلوه في بيقبلوش حتى في اوروبا ما بيقبلوش يعني لغايه دلوقتي مثلا زواج الشواذ في امريكا في مشكله محكمه دستوريه وحدوته كبيره جدا، ولكن حضرتك شايفه ان احنا يوم ما نوصل في مصر او في العالم العربي ان بنتي تيجي تقول لي مثلا معجبه ببنت الجيران وعايزه ابقى عندي هي دي اللي علاقتي بيها، فاقول لها يا بنتي ربنا معاكي وربنا يسهل واجيب لكم شقه وحاجات كده، شايفه ان دي يبقى مستوى يعني جيد من الحريه ولا ده مش جيد؟ لا، لان احنا نشأتنا وتربيتنا وديننا بيرفض ده. تبقى انت اللي غلطان على فكره. انا الحاله دي انا اعمل ايه بقى؟ بدل ما اقسو عليها اخدها اعالجها احاول معاها اشوف النفسيه. انت مش شايفه ان احنا محتاجين هذا الكم من الحريه يعني؟ نعم. لا لا، لازم الحريه تبقى موجوده. الحريه تبقى مطلقه. لا الحريه لازم تكون موجوده، وعلى الانسان يختار الطريق اللي هو عاوزه، يبقى عنده حريه الاختيار مش حريه مطلقه. ده اللي انا بتكلم فيه حضرتك، ما ده اللي بقول. هل حضرتك شايفه ان احنا وصلنا في مجتمعنا العربي؟ لا ما وصلناش لسه. لو وصلنا حضرتك تبقي تدينا درجه عاليه في الحريات، يعني ان البنت تختار انها يبقى ليها علاقه ببنت والولد ليه علاقه بولد، تبقي شوفي ان ده تطور جيد للمجتمع ولا غير جيد؟ النهارده هيبقى مرفوض. بعد نطور المجتمع وبعدين نبقى نطور بقى العلاقات الجنسيه والعلاقات هي هتتطور طبيعي مع تطور لما المجتمع يتطور دي هتبقى حاجه طبيعيه. دلوقتي مش طبيعيه طبعا عشان مش متعودين. انما لو تعودنا وبتاع انت شايفه ان ده نوع من انواع الحريات الجيده بالنسبه للناس. مش جيده حريات جيده ولا جيده، ده اختيار. اي حاجه واختيار. انا برضو ما حدش فيكم عايز يجاوبني اجابه واضحه. انا بقى اجاوب. قد تكون لي انا مش جيده بس الواحد تاني جيده. واحد ايه؟ في زمن ما في الدوله الاسلاميه كان هذا شيء طبيعي جدا، وكانوا الشعراء بيتغنوا بالغلاميات، وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، وكانوا طبيعيين وما كانوش بيزعلوا. جميل. انا مش عايزين يعني. وبعدين وعدوهم في الجنه بالغلمان كمان. يعني بس يا عمرو يعني احنا مش عارفين. برضه حضرتك السؤالي مباشر، لو المجتمع العربي ده وصلنا فيه للمرحله انه الراجل يختار ان هو، يعني انا النهارده لو جيت كده بكره قلت لهم والله ايه انا الراجل المصور اللي ورا الكاميرا ده انا مستلطفه. انت حر. اسمع يا خلاص، وانا قررت النهارده ان تبقى علاقتي بيه مدى الحياه. والله لو هو راجل. اللي بيحصل دلوقتي ده بيحصل من غير ما تقولوا بقى. انما انتوا شايفين ان لو حصل والمجتمع ما رفضش دي تبقى حاجه جيده؟ عايزين نعرف انت وصلت في مين. هيحصل في السر. ايوه حضرتك ما حدش عايز برضه يرد عليا باه او لا. قلنا انا بقول لك وعليا الاختيار. وعليا ان انا اختار. كل ده بيحصل حاليا وحصل زمان. حضرتك مش عايزه تقولي لي او لا برضه؟ قولي واحد يختار يا طبعا. هو ما دام هو موافق وانت موافق، ابوها راضي وانا راضي. ابوه انا اسف ابوه راضي وانا راضي. لا مش انتوا حرين، اتفلقوا. ايوه يعني هو كل واحد حر يختار اللي هو عاوزه يا عم. الحمد لله وصلت.